رشاد، اهلا بيك. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير يا باشمهندس. بقى عندنا مشكله الوافدين، البلبله دي كلها حصلت بسبب الوافدين الذين لم يتمكنوا من التصويت. طب كان الحل اللي تم الاتفاق عليه هو ان يتم نقلهم الى محافظتهم والتسهيل عليهم لكي يصوتوا في الانتخابات. ماذا فعلتم في السكه الحديد؟ تمام، هي صدرت تعليمات مجلس الوزراء لمعالي الوزير النقل بان الساده الوافدين يتم نقلهم بالقطارات مجانا النهارده وبكره. مجانا؟ وقت صدور التعليمات لمده 48 ساعه. لمده 48 ساعه يتم نقلهم مجانا. مجانا ذهابا وايابا. ذهابا وايابا، ويظهر بس الرقم القومي، بطاقه الرقم القومي اللي تقول ان هو اصلا مثلا من البلد محافظه كذا ومتجه اليه، يركب مجانا. ده يطلعها لايه؟ للكمساري؟ ايوه كمساري، ايوه، او الشباك يديله تذكره. طيب، يبقى احنا يا جماعه يعني انطلاقا من هذا الكلام ندعو كل الوافدين ان يذهبوا الى السكه الحديد غدا لكي يتمكنوا من الذهاب إلى محافظاتهم للتصويت في الانتخابات. كل ما بنزود أصوات، خلاص غدا يوم انتخابي ثالث، كل ما نزود أصوات ده مهم للوطن، وعلينا أن نستجيب لهذه المناشدة. طيب باشمهندس، هنا لو في قطارات هتتجه، ما أنا عندي وافدين في محافظات مختلفة، في السويس، في دمياط، في كل محافظات مصر، ده ينطبق على الجميع ولا بتتكلم عن القاهرة بس؟ لا، على جميع الوجه البحري والوجه القبلي، على جميع الخطوط وجميع المحافظات. يعني الوافد في السويس وهو من أسيوط يمكن أن يسافر إلى أسيوط ويعود مجانا؟ مجانا يا فندم، مجانا. طيب، مجانا. والآلية هتكون سهلة، مش هلاقي ناس تشكو غدا؟ لا ان شاء الله، احنا مجرد ما جات لنا التعليمات ادينا تعليمات الكمساريه وادينا تعليمات المحطات، وفي لجان تفتيش موجوده ولجان فحص موجوده في كل قطار، بحيث تحل اي مشكله بين اي راكب والقطار والكمساري في اي وقت على طول ساعتها يعني. مهندس رشاد عبد العاطي، ألف شكر. بتوجه لحضرتك بالشكر طبعا على كل الوافدين، كل المغتربين أن يتجهوا غدا إلى محافظاتهم من خلال السكة الحديد مجانا. اصحى الصبح، ما تنامش، لو 5 الفجر 6 الصبح اذهب إلى بلدك، صوت، وبعد كده روح نام وارجع تاني يوم، لأنه بيقول لك 48 ساعة. ارجع تاني يوم في نفس السكة الحديد مجانا أيضا، وعد إلى عملك. أعتقد أن الوطن يستحق منك ذلك. يعني كل ما نزود، مفيش حد يقول هو هتيجي عليا، لا، كل ما نزود في نسبة التصويت في هذه الانتخابات بنقول للعالم كله